بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم اخواتاتي معايا في القناة. ان شاء الله تكون اموركم بخير وعلى خير. اليوم نشارك معكم الزلابية اولا كما كنعرفوها بالشباكية الحمراء. ان شاء الله تجربوا اخواتي هذه الطريقة وتنال اعجابكم. كتجي رائعة، كتجي مقرمشة من على برا وهشيشة ومجعبة من الداخل. ان شاء الله تجربوا اخواتي هذه الطريقة وتنال اعجابكم. بسم الله على بركة الله. غندوزو المقادير وطريقة التحضير اللي هي سهلة بزاف. في واحد الاناء غناخد نعبر هنا 3 الكيسان ديال الماء عادي، ماء بارد من روبيني كما كتشوفوا معايا اخواتي على هذا الشكل. 3 الكيسان العبار غنعبروا بكاس العنبه على هذا الشكل هذا. من بعد غنزيد عليهم 2 كيسان ديال السميده الرقيقه اللي كنديروا بها البسبوسه. هانتوما اخواتي على هذا الشكل هذه السميده الرقيقه، ماشي سبيسيال، يعني اللي كنديروا بها البسبوسه والبغرير. ندير 2 كيسان كما قلت لكم العبار، كنعبروا كاس العنبه على هذا الشكل هذا. صافي غنخلط هاد المكونات هادو في الماء عادي من روبيني. وهاد الدور ديال السميده كاين اللي كيدير هاد الشباكيه هادي اولا هاد الزلابيه، كاين اللي كيديرها بالدقيق. انا صراحه ما كتعجبنيش ديال الدقيق، كتجي معجنه بزاف. هاد الطريقه هذه جربوها اخواتي غتنال اعجابكم. بالسميده كتجي رائعه وكتجي لذيذه من طبيعه الحال، لاننا كنعرفوا السميد المذاق ديالو حسن بكثير من الدقيق الابيض. هنا غناخد شويه الملح على حسب الذوق، يعني واحد نص معلقه صغيره هكا. وغنخلط مزيان هاد المكونات بهاد الطريقه. وغنزيد عليها واحد المعلقه كبيره ديال الخميره الفوريه. يمكن لكم ديروا حتى الخميره المعجونه على هذا الشكل اخواتي هكا. وغنخلط مزيان حتى كتنسجم ليا هاد المكونات كاملين. تخلطوا هكا بهاد الطريقه حتى كتذوب ديك الخميره وتنسجم لينا مزيان مع الخليط كامل كما كتشوفوا معايا اخواتي على هذا الشكل هذا هكا بهذا القياس هذا. صافي نزيد عليها هنا يمكن لكم ديروا الملون احمر، انا مكانش متوفر عندي، ضفت غير الملون الغذائي الخرقوم، يعني يمكن لكم تعوضوه بملون احمر الا بغيتوها تجي حمراء. كما قلت لكم حنا معروفه عندنا بالشباكيه الحمراء. على هذا الشكل درت شويه ديال واحد راس معلقه ديال الخرقوم، الخرقوم اللي كيكون في الكاغط هكا على هذا الشكل اخواتي، كنوع من انها تعطينا هذا اللون صفر، اولا تعوضوه كما قلت لكم بالملون الاحمر باش تعطيكم اللون احمر كما كتباع في الاسواق اخواتي. صافي من بعد ما خلطتها غنحصلوا على هذا الشكل هذا. غنهبط هاد الجناب هادو اللي باقيين هنايا ونخلط الكل باش كلشي يتخلط مزيان هكا. صافي وكنغطيها مزيان. هاد المرحله ضروري اخواتي كنخلطوا هاد الخليط وهاد العجين وكنخليوها على الاقل واحد 6 ولا 8 السوايع. بالنسبه لي انا هنا خليتها 12 ساعه، خلطتها بالليل تقريبا هنا في الليل، وغنخليها تبات حتى الغد ليه مع ديك الوحده عاد باش غنخدم بها اخواتي. بعد دازت كما قلت لكم 12 ساعه لقيتها على هذا الشكل كما كتشوفوا معايا، كتكون فاتت فيها الخميره، كتعاود تفص وكتولي على هذا الشكل. كنخلطوها مزيان حتى كنحصلوا على هذا القوام هكا مزيان. ضروري نخلطوها مزيان باش نجمعوا يعني داك الخليط يرجع يولي لنا خليط يعني منسجم، حيت كيبقى يتعزل السميده ملي كتطول مده الاختمار كتفصلها ديك الخميره وكيتعزل الماء بوحدو والسميده بوحدها. كنعاودوا نخلطوها اخواتي على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. هاد المراحل ضروريين مهمين باش تنجح معكم باذن الله وتجيكم ناجحه في الاخر. هكا اخواتي كنخلطها على هذا الشكل كما كتشوفوا معايا. وهنا كنزيد واحد ساشي فاني، يمكن لكم تعوضوها بالبودر اولا بالسائله على حسب الذوق ديالكم. وهنا غنزيد نص كاس ديال الدقيق الخاص بالحلويات. انا هنا درت نص كاس وغنشوف واش غيكفيني على حسب نوع الطحين. كاين اللي كيشرب وكاين اللي ما كيشربش، وحتى نوع السميده كاين اللي كتلقاوها شويه شاربه على هذا القياس اللي لقيت انا هذا بالنسبه لهاد السميده ما شربتش بزاف، ولكن القوام اولا قياس غناخذوه بالطحين اللي غنبقاو نزيدوها. هنا اخواتي زدت هذاك الكاس كامل نص كاس كله، ولكن جاتني باقا خاصها الطحين. هنا غنزيد معكم
غنخلط وغنشوف القياس وغنزيد عليها معلقه كبيره عاود ديال الدقيق الخاص بالحلويات يعني نفس النوع هكا، وغنخلط ونشوف. حتى نتوما غديروا هاد المراحل، ما ديروش الدقيق دفعه واحده حتى كتشوفوا القياس اللي بغيتو. بالنسبه لي انا خدات مني كاس عامر ديال الدقيق، على حسب يعني كما قلت لكم، كاين اللي كيشرب وكاين اللي ما كيشربش، وعاود على حسب السميده. المهم غديروا كاس بالتدريج وغتبقاو حتى كتوصلوا للقياس اللي نتوما يعني غتحتاجوه. بالنسبه لي انا هنا درت نص كاس وعاود جبت 2 المعالق ديال الدقيق حتى حصلت على هذا القوام. ضروري كتبقاو تخلطوا حتى كتوصلوا لهذا القوام اخواتي، هكا بهذا الشكل. هذا كيولي عندكم الخليط هكا ثقيل، انا قربت لكم الصوره باش تشوفوا، وكيولي عندنا خيط ما كيتقطعش اخواتي على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. ملي كتهزوه كيبقى هكا كيعطيكم على هذا الشكل هذا. هذا هو القياس وهذا هو القوام ديالها. صافي هنا كنوجد واحد المقله، انا هنا كنقليها في المقله ديال وجده اللي كنصيبوا بها الحرشه، كتكون احسن. اصلا كتكون هي متيسعه وكتجينا احسن. بالنسبه لي انا العجين درته في هذه القرعه هذه بهذا الشكل هذا، كيساعدني انها تخرج لي هذا الخليط هذا بكل سهوله كما كتشوفوا معايا اخواتي على هذا الشكل هذا. من بعد ما غلات الزيت سخنت مزيان كما قلت لكم في المقله، غندير داك العجين في القرعه كما قلت لكم، وغنبدا ندير بها كدائره كما كتشوفوا معايا هكا بهذه الطريقه هذه. كندوروا بطريقه هكا حلزونيه وكنجيبوها الوسط باش تقطع لينا العجين اولا باش تحبس لينا ديك الدائره على حسب القطر والقياس اللي نتوما باغيين. الطريقه راه سهله اخواتي وبالزربه كتوجد. بعد كتكون تسخن لينا الزيت والمقله كتشد سخونيه بزاف، كنقصوا البوطه وكنخليوها في العافيه منقوسه باش كطيب لينا في خطره، ما تحركش لينا من على برا وتبقى من الداخل خضراء اخواتي على هذا الشكل كما كتشوفوا معايا. غنقلبها معكم هكا وانتم كتشوفوا معايا الشكل ديالها كيفاش كيجي. الدور ديال السميد في هذا العجين كتجي مقرمشه بزاف، يعني كتجي احسن من اللي مديوره بالدقيق اخواتي. هكا بهذه الطريقه انا قربت لكم باش تشوفوا معايا هكا، وقطعوا بهذه الطريقه هذه باش كتقطع لكم العجينه وكتحبس وكتجيكم مزيانه بهذه الطريقه. اذا خليتو ديك الخيط اولا ديك الدائره ما جمعتوهاش هكاك كتحل لكم من بعد. هانتم اخواتي هذه الطريقه بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. وضروري باش تقطعوا العجين كتجيبوه الوسط هكا، الا خليتوه ما مقطوعش ما مجيوبش الوسط كتحل لكم ديك الدائره. صافي اللي حيدتها من الزيت كنديرها في العسل على هذا الشكل كما كتشوفوا معايا هكا بهذه الطريقه. راه ما كتهرش في العسل كتجي مجعبه وشاربه العسل اخواتي، كتجي رائعه. ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم. هانتم اخواتي قربت لكم باش تشوفوا المرحله اللي خصكم ديروا اولا الطريقه هكا كما قلت لكم. ضروري بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا راه كتنفخ وكتعطي داك تجي مجعبه من الداخل بزاف بزاف. ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم لانها سهله بزاف. غنبقى على هذا الشكل حتى كنكمل الكميه كامله اللي عندي اخواتي، كنقليها وكنديرها في الزيت حتى كملت الكميه على هذا الشكل. هانتوما كما كتشوفوا معايا شكلها رائع ومذاقها اروع. جربوها اخواتي ان شاء الله تنال اعجابكم لان ما فيهاش كثره المراحل ودغيا كتوجد. يعني المده اللي كتحتاج هي التخمير، ضروري تخمروها مده طويله باش كتحصلوا على واحد الشباكيه اولا زلابيه ناجحه. الا ما كانش التخمير ما تنجحش معكم اخواتي. ضروري تخمروها واحد اقل مده هي 6 سوايع، اما الاكثر فوتوا 12 ساعه ماشي مشكل باش كتنجح معكم اخواتي. بالنسبه للناس اللي كيصيبوا على برا راه كيخلوها بالسيمانه عاد كيطيبوها اخواتي، وتاكدوا راه هاد المعلومه صحيحه. ان شاء الله تجربوا اخواتي هاد الطريقه وتنال اعجابكم. هنا غنحل معكم باش تشوفوا معايا كيفاش كتجي هكا. هاد القرمشه اللي كتجي فيها كتجي رائعه وكتجي خاويه من الداخل. بالنسبه لان العجين بالسميده كيكون رائع اخواتي. ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم. كتجي لذيذه بزاف. وما تنساوش اخواتي الا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه تفعلوا الجرس وتابوناو عندي باش يبقى يوصلكم الجديد باذن الله. وما تنسونيش اخواتي من جيم. خليتكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.